سلايس اوف لايف ران 35. طيب هو تشات جي بي تي بيكمل حبل افكارك وبيعمل لك اللي انت عايزه وخلاص، هو من الاخر بيهاودك، ولا بيفكر بالنيابه عنك وبيقول لك فعلا الصح ايه؟ هديك مثال بسيط جدا جدا جدا. اول حاجه بس عشان تبقى فاهم، تشات جي بي تي لما بتفضل تكلمه في حاجات كتير هو بيفضل ياخد الانبوت بتاعك، يديك الاجابات بيزد على في سيرش هو هيعمله، لكن هيحط فيه الانبوت بتاعك. ولو في مره جاب لك الاجابه الصح في السيرش وانت تقول لا دي غلط، هي المفروض تبقى كذا وعايزها كذا، بعد كده كل ما هتساله السؤال ده هيجيب لك نفس الاجابه دي. فلو انت قلت له انبوت غلط هو مش هيصححه لك، هو هيفضل حاططهولك. يعني لو انت قلت له مثلا اعمل ماركت ريسيرش على شركات العقارات في قطر، جاب لك 4 شركات، فانت قلت له ازاي شركه بيبسي مش فيهم؟ تشات جي بي تي هيرد هيقول لك تمام هحط لك شركه بيبسي حاضر. بعد كده اي وقت هتيجي تقول له قول لي كده سوق العقارات في قطر عامل ايه، هتلاقيه حاطط لك بيبسي في الاناليس مثلا. هديك مثال بقى تاني، كان شفته، كان حد بيتكلم عليه بره يعني. هو بيرسونال ترينر، فبيتكلم ان يا جماعه ما تاخدوش التمارين وما تاخدوش النوتريشن بلان بتاعتكم من تشات جي بي تي. اللي حصل ان هو عمل التجربه دي عشان يثبت للناس ان تشات جي بي تي بيهاودك وخلاص. فهو دخل قال له يا تشات جي بي تي انا شخص وزني كذا كذا، انا اوفر ويت وعايز دايت يخسسني. فتشات جي بي تي راح عامل له الدايت. مبدئيا لا سالوه انت البادي تايب بتاعك ايه، ما سالوش البي ام اي بتاعك ايه، ما سالوش على حرقك، ما سالوش انت بتتمرن كم مره في الاسبوع، شغلانتك ايه، كل الكلام اللي بديهي اللي احنا بنفضل نقوله ان ده لازم الناس تساله قبل ما يحط البلان. لكن تمام، فراح عملها له. الترينر ده بقى عمل ايه؟ قال له لا بس انا بالنسبه لي الشوكولاته مهمه، انا ما ينفعش دايت ما يبقاش فيه شوكولاته. تشات جي بي تي بعدها في نفس الثانيه عينيا قال له حاضر، حط لك شوكولاته في الدايت. فانت هنا ممكن تقول لي عادي، الموضوع برضو كالوريز وبتاع، برضو مش عايز اخش لك في حته هو لو طبيعه جسمه حرقه وحش فالشوكولاته ممكن تسبايك، سيبك من كل ده. فراح ساعتها جات جي بي تي عمل ايه بقى؟ هو في الاول وفي الاخر ذكاء اصطناعي، فهو راح حاطط له وهو قال له نيوتيلا كمان مش شوكولاته بس. راح حاطط له ان الفطار تمام 3 معالق نيوتيلا على 3 توست، لكن بقيه البلان عمل ايه؟ حط له حاجات قليله جدا عشان الكالوريز اللي ضربت في الفطار، فبقيه اليوم حرفيا عامل له دايت ان الواد مش هياكل. هل ده صح؟ هل ده صحي؟ هل ان انت تقوم تفتح عينك اصلا اول حاجه تدخل جسمك نيوتيلا ده صح؟ هل ان انت في وجبه واحده مثلا تضرب 1500 كالوري وتقعد بقيه اليوم بتفرفر على 300 كالوري بس فضلالك متقسم عليها 4 وجبات؟ غلط. فتشات جي بي تي بيجاريك وخلاص.